تخيل ان الجن يكون احن عليك من امك وابوك. تخيل لما تترمي في الشارع في ليلة في عز البرد، والباب يتقفل في وشك من اهلك وسندك، والضلمة والبرد بينعش في العظم. الساعة 3 الفجر، الشوارع فاضية ووحشة وكل البيوت منورة ودافية، الا بيتك انت اللي تحول لبيت مقفول في وشك. لا معاك فلوس ولا في مكان تروح فيه، والكلاب الضالة بتلف حواليك كأنها حاسة انك لوحدك ومكسور. في اللحظة دي إحساس المرض والوجع أصعب بكتير من الساعة لما تحس إن سندك الحقيقي اتبخر، وإن مفيش قدامك غير ليل طويل مرعب. تلاقي الرحمة والدفى الحقيقيين في مكان بيخاف منه كل البشر، وسط الجن اللي طلعوا أطيب وأحن بكتير من اللي خلفوك. أنا عبد الرحمن، ودي حكاية جديدة من حكاوي الدهشان. أهم حاجة في البداية حكاوتية، ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك عشان ده بيشجعني في نشر المزيد. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. عارفين إحساس لما الدنيا تقفل في وشك لدرجة إنك مش عارف تاخد نفسك؟ الحكاية دي ما بدأتش فجأة، الحاجات دي ما بتجيش بين يوم وليل. كانت مشاكل ورا بعض جوه البيت، حكايات صغيرة كبرت وبقت جبال، ومشاكل بتخبط في الحيطة كل يوم لحد ما فرقعت في وشنا كلنا. كنت دايما بقول لنفسي بكرة الأيام تتحسن، بكرة أهلي يفهموا وجهة نظري، بكرة تصفى. بس للأسف بكرة ده مجاش بالطريقة اللي كنت أتمناها. المشاكل بقت أكلنا وشربنا، وكل كلمة بتتفرض في البيت كانت بتبقى عاملة زي السكينة اللي تتحط على الرقبة. لحد ما جه اليوم الاسود، الليله اللي غيرت مجرى حياتي وخلتني احس اني بقيت في كابوس مش هخلص منه. وفي ليله سودا وسط صراخ وكلام جرح زي السكاكين، البيت كله كان بيترعش من كتر الغضب والصوت العالي. ابويا اخد القرار اللي عمري ما كنت اتوقع ابدا في اسوأ كوابيس. بره، اعتبر نفسك ما بقتش ابني ومش عايز اشوف وشك تاني هنا في البيت خالص. وقفت مصدوم، عقلي بطل يفكر ورجلي ما بقتش شلاني. الشنطة الصغيرة اللي لميت فيها هدومي على السرير وقعت من ايدي على الارض. بصيت لامي، كنت مستني منها كلمة حنان واحدة او نظرة عطف تقول انها هتقف جنبي وتمنع، بس للأسف هي كمان تعرف في قفل الباب في وشي بالمفتاح. الباب اتقفل والصوت رن في وداني كأنه رصاص. بقيت واقف في الشارع لوحدي، الساعة كانت حوالي 3 بالليل، الجو تلج والدموع جمدت في عيوني. ما بقاش ليا مكان اروح فيه ولا حد اسند عليه، والناس كلها نايمة في بيوتها الدافية. مشيت في الشارع من غير ما اكون عارف رايح فين، رجلي خدتني بعيد عن القرية بتاعتي، بعيد عن اي حد ممكن يعرفني او يبصلي بصة شفقة تكسرني اكتر من مكسوف. مشيت وما كانش معايا مليم واحد في ايدي. الساعة كانت بتدخل في عظمي كأنها سكاكين، والكلاب الضالة كانت بتلف حواليا في الشارع الفاضية كأنها حاسة بضعفي. لحد ما لقيت نفسي قدام مكان كل البلد بتهرب منه، بقيت قديم مهجور ومقفول من سنين طويلة. المكان ده كل أهل المنطقة بيحكوا عنه قصص مرعبة، والكل بيقول إنه مسكون بالجن وعبر المكان. بس في اللحظة دي البرد والبهدلة والكلاب اللي بره كانوا مرعبين أكتر بكتير من أي جن أو عفاريت في الدنيا. كنت بموت من الساعة ومفيش قدامي أي اختيار تاني. زقيت الباب الخشبي القديم اللي طلع صوت سرير يوقف القلب. دخلت أوضة ضلمة تماما، قعدت في ركن ضيق على الأرض وابتديت أعيط بوجع ووهرة. كنت بكلم نفسي وبقول ليه يا رب، أنا عملت إيه لكل ده؟ لا أهلي يعملوا فيا كده. وفجأة في وسط الضلمة والقهرة دي حصلت حاجة مستحيل عقل بشري يصدقها، والجو جوه الأوضة اتغير تماما. الهواء البارد اللي كان بياكل في عظمي اتحول لوحده بدون مقدمات لدفء غريب، كأن في دفاية كبيرة شغالة جنبي بالظبط. اترعبت وقلبي دق بسرعة، وافتكرت ان في حرامي او حد دخل ورايا عشان يأذيني. رفعت عيني وهنا كانت الصدمة الكبيرة اللي خلت قلبي يقف ساعتها. حسيت بطاقة أو طف واقف قدامي، بس والأغرب من كده سمعت صوت دافي جدا وصل لقلبي مش لوداني، صوت هادي وطيب ومفيهوش أي شر.
ما تخافش مالك يا إنسان، إيه اللي رماك في الضلمة ليه؟ من كتر اللعب ما اتكلمتش، كنت حاسس ان روحي بتطلع من مكانها. بس احساس الامان الغريب اللي كان مع الصوت ده كان اقوى بكتير من الخوف. الصوت اتكرر، حسيت انه بيطبطب عليا بطريقة تطمن القلب الحزين. وفجأة لقيت خشب قديم مترتب قدامي بنظام على الأرض، وعليه حتة قماشة نضيفة ودافية جدا، كأنه بيقول لي بطريقة غير مباشرة: نام وارتاح هنا، مفيش بني آدم هيأذيك. في اللحظة دي نمت وأنا مش مصدق اللي بيحصل، حسيت بالأمان لأول مرة من ساعات. الليالي اللي بعد كده كانت الأغرب والأعجب في حياتي كلها. ما سبتش المكان وبقيت أروح أقعد في نفس البيت المهجور، وكل ما أجوع أو أتعب أو أحس إن الدنيا راجت بيا، ألاقي حاجات غريبة بتحصل لي، كأن في ناس خايفين عليا وعايزيني كويس. ناس من عالم تاني خالص، عالم احنا بنخاف منه واحنا ما نعرفش عنه حاجة. في الوقت اللي أهلي من لحم ودم رموني للبرد وللكلاب ونسوا إني حتة منهم، كان الكائن الخفي ده هو اللي بيوفر لي الدفى والأمان اللي اتحرمت منه وسط أهلي وناسي. ما كنتش بشوفهم بوضوح، بس كنت حاسس بوجودهم جنبي في كل لحظة، بيحموني من أي خطر مرة. كانهم بيقولوا لي بصوت خفي: احنا اهلك دلوقتي ومستحيل نسيبك. يمكن الناس تخاف من الجن وتفتكرهم اذى وشر وخلاص، لكن الحقيقة اللي عشتها بنفسي وعمرنا هنساها ابدا مهما قعدت في الدنيا، ان الاسوأ صح والاسوأ اللي بجد ممكن تشوفها في عيون اقرب الناس ليك، بينما ان الرحمة والحنان والدعم الحقيقي ممكن تلاقيهم في مكان تاني مع شخص عمرك ما تتوقعه خالص. وهنا بيقف قدامنا الف سؤال وسؤال. تفتكروا الانسان ممكن يوصل لمرحلة ان العالم الخفي يكون ارحم عليه بكتير من اهله واللحم واليمة؟ ولو كنتوا كده في اللحظة دي، هل تقدروا تدخلوا بيت مسكون وتباتوا ليلة واحدة فيه عشان تهربوا من البرد، ولا كنت هتفضلوا واقفين في الشارع لحد ما تموتوا من الساعة؟ سيبولي اجاباتكم ورايكم بصراحة في الكومنتات تحت، واكتبولي لو سمعتوا عن قصة شبيهة دي قبل كده. دي كانت حكايتنا النهارده من حكاوي الدهشان. لو عجبتكم القصة او طريقة السرد، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصل لكم الحكايات الجاية اول باول. وشاركونا رايكم وايه القصة اللي حابين نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية. اكتبولي في الكومنتات. كان معاكم عبد الرحمن، اشوفكم في حكايات جاية. سلام.